مرتبطة بكتاب سليم بن قيس الهلالي التابعي الكبير من أصحاب أمير المؤمنين والإمامين الحسنين والإمام زين العابدين والإمام الباقر المتوفى 76 من الهجرة. جدا مهم هذا الكتاب، يعني بيني وبين الله عاصر كل المرحلة التي مرت بعد رسول الله، بعد رسول يعني ما قبل تدوين. أحسنتم كاملا. ولهذا يقول كتاب حديثي تاريخي يعتبر أول مصنف وصل إلينا من القرن الأول، واقعا من السنة والشيعة. ولكن الكلام كل الكلام ماذا؟ في أن هذا الكتاب هل هو واقعا لسليم بن قيس أو هو من المدسوسات على سليم بن قيس؟ وقد وقع هناك جدل واسع بين علماء ماذا؟ علماء الشيعة، أن هذا الكتاب معتبر أو ليس بمعتبر. أنا أنقل لكم كلمة واحدة من الشيخ المفيد. الشيخ المفيد أعزائي في تصحيح الاعتقاد، في تصحيح اعتقادات الإمامية صفحة 149، هذه عبارته أعزائي، التفتوا جيدا. يقول: وأما ما تعلق به أبو جعفر، يعني أبو جعفر الصدوق، من حديث سليم، يعني الذي استند فيه إلى كتاب ماذا؟ سليم. وإذا هذا الكتاب كان بأيديهم، الذي رجع فيه إلى الكتاب المضاف إليه إلى سليم برواية أبان بن أبي عياش، اللي نقلها الكافي من أبان بن أبي عياش، فالمعنى فيه صحيح. هذا المعنى اللي نقل في الرواية صحيح، غير أن هذا الكتاب غير موثوق به. هذا من يقوله؟ أحد أعلام الإمامية الشيخ المفيد. ولا يجوز العمل على أكثره. تقول لماذا؟ تقول أكثره، يقول أقله قد توجد هناك روايات أخرى تثبته، فنقول تلك مو باعتباره. وقد حصل فيه تخليط وتدليس. من ده يقول؟ أحد أعلام الإمامية ده يقول على ماذا؟ على تابعي من أصحاب أمير المؤمنين. سيدنا على الملأ العام ليش بين هذا أمامكم الشيخ المفيد بيني وبين الله عندما تصل. وكتاب سليم مادة للتكفير. لا أطنموا سأقرأ لكم. فينبغي للمتدين، أعيد خط جوهر، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه. ينبغي إذا كان عندكم دين وإنصاف وورع. الشيخ المفيد يقول مو أنا، هذا رأيي، ما هو في محل آخر، أنا دا أنقل رأي أحد أعلام الإمامية، بكل ما فيه، ولا يعول على جملته والتقليد لرواته. مو يصعد المنبر ويقرأ الرواية ممن؟ قال سليم. قال سليم ويقرأ المصيبة. مولانا سأقرأ لكم المصيبة، لا تستعجلون، سأقرأ لكم المصيبة. قال: ولا يعول على جملته والتقليد لرواته، وليفزع إلى العلماء، إلى المتخصصين فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد. ليقول له هذه الرواية صحيحة، هذه الرواية ماذا؟ فاسد. هذه الرواية فاسد. تقول سيدنا هاي المقدمة بتعبيرنا، هذه التعزية لأي شيء. أعزائي، أكثر التفاصيل التي جاءت في قضية حرق بيت الزهراء وما جرى من التفاصيل، مو أصل الظلامة، أصل الظلامة لا إشكال ولا ريب فيها سنة وشيعة، وإنما الكلام أين؟ في التفاصيل. وهو أنه جمعوا الحطب، وأنه أحرقوا الباب، وأنه أخرجوا عليا بهالطريقة، وأن عليا أخذه بتلابيب فضرب به الأرض، وأنه تذكر وصية عزيزي سيدنا. لماذا تذهب يمينا ويسارا؟ هذا أمامكم أعزائي كتاب سليم بن قيس الهلالي
الجزء الثاني صفحة 584. ارجع وعزا. فلما رأى علي عليه السلام خذلان الناس فقال عمر لأبي بكر، فقال أبو بكر من نرسل؟ فقال عمر نرسل قنفذا. فانطلقوا فاستأذنوا، فقالت فاطمة اخرج عليهم إن تدخلوا على أن لا تدخلوا علي. فرجعوا وثبت قنفذ الملعون، فقالوا إن فاطمة قالت فتحرجنا. فغضب عمر وقال ما لنا وللنساء، ثم أمر أناسا حوله أن يحملوا الحطب، وإلى آخر القصة. مبنية على أي كتاب هذه التفاصيل أعزائي؟ على كتاب سليم. سيدنا يعني تريد تنكر؟ أقول لا 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 لا، أريد أن أقول إن الخطيب المنبري الكاتب الذي يريد أن ينقل هذه الروايات لا بد أن يتثبت، إما أن يقول كتاب سليم صحيح السند ويمكن الاعتماد عليه فليقم دليله، قل هاتوا برهانكم، وإما أن لا يثبت له ويعتمد كلام من؟ الشيخ المفيد الذي يقول أنه فيه كذب وتدليس وفاسد وينبغي للمتدين أن لا يعتمد عليه. إذن بعد مو فقط هاي الرواية تسقط أعزائي، كل الروايات التي نقلها الكليني والصدوق والطوسي وغيره، لأن المفيد لا ينقلها، كل هؤلاء ما نقلوا من هذه الروايات بعد تكون ماذا؟ مشكوكة. مشكوكة، ما أريد أقول تعبير آخر. بتعرفون بأنه أساسا إسلام الحديث ماذا دا يفعل بنا أعزائي؟ المشاهد الكريم دا يلتفت. قد عندي وقت أستاذ علاء؟ 3 دقائق. جيد. دا تعرفون أعزائي إذن إسلام الحديث ماذا دا يفعل؟ إذن فليهيئوا إذا عندكم مداخلات، لأنه أنا 2 3 وأنتهي. دا تعرفون أعزائي ماذا يفعل بنا إسلام الحديث؟ ماذا يفعل بنا؟ فإن بنينا على إسلام الحديث لا بد أن نتثبت أن هذا الكتاب الذي صدر واقعا لسليم أو لأنه ينسجم مع إيديولوجيتنا، مع عواطفنا، مع توقعاتنا. إذن كل ما يوجد مع ردود أفعالنا، مع أحسنتم، مع متبنياتنا. إذن ما يقوله فهو ماذا؟ صحيح. فهو صحيح. أما إذا كان يقول على خلاف متبينات، والكتاب يقع في مجلدين 3 أعزائي، كبير جدا ويعد من أهم المصادر. هسه الآن أنا يقين عندي في القنوات، في المواقع، في المنابر سوف تبدأ حملة شعوة، ولكن بيني وبين الله أنا إلى الآن ما أعطيت رأيي في ماذا؟ في كتاب سليم. ما قلت أنه كتاب مدسوس ولا قلت أنه كتاب ساقط، وإنما قرأته للأعزة وأريهم مرة أخرى من يريد حتى يطمئن أعزائي، حتى يطمئن. يقول غير موثوق به، التفتوا إلى العناوين، غير موثوق به، لا يجوز العمل على أكثره، حصل فيه تخليط وتدليس، ينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بما فيه، لا يجوز التعويل عليه، ويجب عليه أن يفزع فيما تضمنه من الأحاديث إلى المتخصصين. يعني المنبري والخطيب والمتكلم في القناة الفضائية عمامته كبيرة صغيرة كذا، إن لم يكن من المجتهدين في علم الرجال وفي علم الجرح والتعديل، ولم يكن من المتخصصين في المعارف الدينية، لا يحق له أن يأخذ كتاب سليم بن قيس ويغذي العقل الشيعي بالكراهية، لأن الكتاب ما هو؟ لأن الكتاب مشكوك. وهذه هي التي الآن نجدها نحن على فضائيات الفتنة وقنوات الفتنة. هيا يقرأ الرواية ممن؟ قال سليم، قال سليم، قال فلان، قال فلان. يا عزيزي ثبت العرش ثم انقش، خل يثبت أنه هذا حدث لسليم، وأن سليم واقعا لم يقل شيء من عنده، وكان ثقة، ولم يكن وضاعا، ولم يكن كذابا. لا يقول لقاء سيدنا تريد تتهم سليم، يقول لا والله عزيزي ما أريد أتهم أحد، أنا أريد أقول أولا تثبتوا تحققوا، وبعد ذلك اصعدوا على المنابر، اقرأوا هذا الكتاب من أوله
إلى آخره. هذه هي الرواية الأولى. بقيت عندنا 4 5 روايات أخرى من تراث أهل البيت أيضا سنتعامل معها بهذه الطريقة. إذن سيدنا جملة واحدة، هذه الرواية التي قرأتها عن أمير المؤمنين صحيحة وغير صحيحة؟ الجواب: إن كان كتاب سليم معتبرا فالرواية المنقولة عن أمير المؤمنين ماذا؟ معتبر. وإن لم تكن كتاب سليم معتبرا فهذه الرواية ماذا؟ محل تأمل وشك.